لما السيد يرجع بيته أمينة تجري تستخبى وتلبس الطرح، ولما النادي الأهلي السيد الكرة المصرية يرجع بيته ويرجع للدوري بطولته ومكانه، الكومبارس يرجع يستخبى ويجري والدوبلير يستخبوا في الجحور. ودرس بيديه النادي الاهلي السيد الانديه المصريه والكره المصريه لكل جماهير الكره المصريه، وبالذات يوصل لجماهير الدوبلير والكومبارس، يوصل لهم حكايه الدوبلير والكومبارس. الدوبلير بيفوت للكومبارس وعايم على عومه، مع ان الكومبارس خد مكانه الوصيف، لكن مش مهم، المهم يعطلوا البطل، مع ان الدوبلير عمره ما ظهر غير في غياب البطل اللي بيظهر النهارده بشخصيته، والكل منه بيجري في الجحور وبيلبس الطرح. بخماسية يرجع النادي الأهلي لمكانه وبطولته المفضلة أمام حرس الحدود، وكل قرد يلزم شجرته، لا ينفع معاه أي مؤامرات ولا ينفع معاه تحكيم مصري. وهقول لك ليه، بس ابعتها له، يمكن مش واخد باله، ابعتها للي مشي في سكة الظلم والباطل وعم على عوم الكومبارس المفضوح بتاع الطموح وبتاع الدولارات. ولكن ربك النهارده بيظهر الحق وبيرجع الحق لاصحابه. عارف ليه؟ علشان النادي الاهلي وجماهيره سكتهم سالكه، والنهارده جامعه الفن والهندسه بتفتح. ايوه، اصل الفن والهندسه ده مش حكر على حد، واذا كان في حد فاتح مدرسه في حاره كده او في عطفه، ففي جامعه كبيره اسمها جامعه الفن والهندسه فتحت النهارده بخماسيه، ولا اروع ولا احلى. والكل النهارده سجل وقال طاهر محمد طاهر وكوكا واسامه ابو علي وحسين الشحات وهاني، والكل النهارده امتع جمهوره اللي يستحق. لان السيد الانديه المصريه لما بيرجع مكانه بيركب وبيدلدل رجليه زي ما قال ريمو، لما السيد بيجي امينه بتستخبى. النهارده السيد جه قال لها انت رايحه فين يا امينه؟ انت كنت عايزه تغلبي فاركو عشان تتصدري الدوري وتبقي اول الدوري خلاص يا امينه وتاخديها. قالت له والنبي ابدا يا سي السيد، ده انا كنت رايح اخد الحقنه بتاعتي يا سي السيد، انا ما كنتش رايح اخد الدوري، انا ماليش دعوه، الدوري ده مش بتاعي، الدوري ده بتاعك يا سي السيد. اول ما انت بتيجي يا اخويا انا كنت محضرهولك، انا كل ده كنت شايلهولك يا اخويا، كنت بحافظ لك عليه. هو ده اللي عمله النادي الاهلي، وهو ده اللي عمله نادي بيراميدز النهارده، واللي بيتغلب هو كمان في فاركو في ليله تسيد النادي الاهلي للدوري المصري. وفاضل على الحلو تكه اللي انا عايز اقوله واتكلمه يا بتوع التحكيم. النهارده النادي الاهلي ملغي له هدف، يعني 5 وملغي له هدف، يعني هو جايب 5 واتلغى له هدف. بس تعالى بقى اكلمك عن ايه؟ تعالى بقى اكلمك عن اللي قال لك انا مش عايز تحكيم اجنبي، انا عايز تحكيم مصري. نادي الزمالك اللي قلنا كنت تتضامن مع الاهلي واطلع وقول انا عايز تحكيم اجنبي، انما لا، انت اللي قلت انا عايز تحكيم مصري. اهو نادي الزمالك جاي النهارده يقول لك لا، احنا التحكيم المصري بيظلمنا. النهارده ناصر منسي كانت لمسه يد، الهدف بتاعه صحيح، ما ينفعش التحكيم المصري، ما ينفعش امين عمر، ما ينفعش محمد الصباحي، احنا ما ينفعش الكلام ده، احنا مش راضيين، احنا مش عايزين الناس دي تحكم لنا ماتشات تاني. هو مش انت اللي طلعت وقلت انا مش عايز تحكيم اجنبي وانا عايز التحكيم المصري؟ النهارده التحكيم المصري بقى كخه، ولا انت بتمشيه على مصلحتك؟ والله عيب اللي بنعمله في نفسنا. شوفوا الاهلي ماشي في طريقه فكالعاده خد وهياخد بطولته المفضله بالاجتهاد وبالملعب وبالحق، مش باي حاجه تانيه. وهو ده اللي بنتفرج عليه وبنشوفه طول عمرنا من ساعه ما اتولدنا. السيد لما يجي امينه هوب تستخبى،